ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ معاكم ميسون من قناة سموز لوك. النهاردة معاكم في حلقة جديدة ان شاء الله هتعجبكم. هنتكلم فيها عن وصفة طبيعية جدا مش مكلفة خالص، حاجة حلوة قوي قوي للشعر وفوائدها تحفة جدا للشعر. لو مهتمين بالفيديو تابعوا معايا الفيديو للاخر، بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانا واثقة ان الحلقة هتعجبكم. من غير ما اطول عليكم ويلا بينا نبدأ. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كده حلوة خفيفة للشعر، فوائدها تحفة جدا جدا. هتعالج معاكي التساقط، هتعالج معاكي الإطالة، هتزود نمو الشعر عندك، هتخلي شعرك بيلمع. وصفة طبيعية مش مكلفة خالص، مكوناتها موجودة في كل بيت وفي كل مطبخ. واتمنى ان انتوا باذن الله تنفذوا الوصفه دي معايا او بعد ما تشوفوا الفيديو. اعملوا فعلوا الجرس في القناه عشان تقدروا ترجعوا للفيديو وتشوفوه اكتر من مره وتقدروا تنفذوا الوصفه دي. ولما تنفذوها وتجربوها قولوا لي النتائج اللي انتوا شفتوها، ان شاء الله نتائجها هتعجبكم جدا جدا، لانها وصفه فعلا هايله ومن غير زي ما قلت لكم مش مكلفه خالص. يلا عشان ما اطولش عليكم ونبدا بسم الله. اول حاجه هنعملها احنا هنجيب 8 معالق رز، زي ما انتوا شايفين الرز اللي موجود في كل بيت. 2 3 4 5 6 7 دول 8 معالق رز. تمام. وهنجيب مع الرز ورق لورا، طبعا عارفينه كلنا. خلاص هنجيب 5 من ورق اللورا زي ما احنا شايفين كده. تمام. وهنجيب 5 من القرنفل، طبعا احنا عارفين القرنفل برضو ده موجود عندنا كلنا وحاجة رخيصة مش غالية. هنحطه برضو على الرز وهنحطه على الورق اللورا. خلاص. وهنجيب مية. تمام. عايزاكم تشوفوا معايا انا بعمل ايه بالظبط. هنجيب مية وهنقلب المكونات دي كويس جدا جدا مع بعضها. تمام كده زي ما انتوا شايفين. حطينا 8 معالق رز وحطينا ورق اللورا وحطينا القرنفل. خلاص. وجبنا عليهم ميه. خلاص. وبنقلب المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده. تمام. طيب انا بس عايزه اكلمكم شويه قبل ما نكمل الوصفه. احنا كده وصلنا للرز مع القرنفل مع ورق اللورا، 5 ورق لورا، 5 اعواد قرنفل، و8 معالق رز. وهنحطهم كده زي ما انتم شايفين في ميه. خلاص. وهنجيب برطمان تمام مقفول كويس جدا محكوم الغلق، وهنجيب وهنحط فيه الوصفه دي ليله كامله. تمام كده. وهيكون ده الشكل بعد ما حطينا الوصفة دي ليلة كاملة. هنحطها في برطمان بس نقفلها كويس جدا، طبعا البرطمان يكون معقم ونضيف. هتبقى دي شكلها بعد ما هنحطها ليلة كاملة علشان مية الرز تنزل ونستفيد منها. انا بقى عايزة اكلمكم في حاجة بسيطة جدا قبل ما اكمل الوصفه معاكم. ليه انا اخترت ميه الرز، وعايزه اقول لكم فوائدها. اولا هي بتقلل التساقط، بتزود نمو الشعر عشان فيها احماض امينيه موجوده. تمام. وكمان في فيتامينات زي ب وج وه، دي بتساعد على زياده نمو الشعر الناس اللي شعرها ما بيطولش. وكمان بتعمل على اصلاح الشعر التالف سواء من الصبغات او من الحرارة او من الفرد بقى والحاجات اللي بتحصل في شعر البنات كلها. غير ان هو بيخفف جدا جدا، مية الرز دي بتخفف جدا جدا من تقصف الشعر. يعني المية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بتقلل جدا التقصيف اللي بتبقى موجودة في شعر البنات كلها. وكمان بتقوي الجذور بتاعه الشعر قوي، دي برضو مهمة وكتير مننا بيفتقدها. يعني ناس كتيرة جدا عندها الجذور ضعيفة، وده اللي بيسبب ان الشعر بيتساقط. مش عارفة ماسكة الاقلام معايا ليه. نفتح الوصفة. هي دي الوصفة اللي عملناها قبلها بيوم وقفلنا عليها البرطمان كويس قوي. خلاص.
حتى لما فتحتها ريحه القرنفل طالعه. طبعا نزلت المكونات بتاعت القرنفل، نزلت المكونات بتاعت ورق الغار. طيب ورق الغار بقى بيعمل ايه؟ طبعا الناس اللي بتعاني جدا من القشره، الناس اللي بتعاني جدا من سوري يعني الحشرات اللي موجوده في الشعر، الناس اللي عندها صلع وتساقط كمان بيعالج التساقط. ادي تاني مكون بيعالج التساقط. الناس اللي بتعاني من التساقط يا بنات بيحفز نمو الشعر، نفس اللي بتعمله ميه الرز برضو. وكمان بيقوي جذور الشعر. يعني احنا عندنا دلوقتي يعني مكونين بيقووا معانا الجذر بتاع الشعر. خلاص بيقوي الجذور بتاعه الشعر، فبالتالي بنقدر نتخلص من البصيلات الميته اللي في الشعر. تمام كده. طيب ايه كمان احنا حطينا القرنفل. بيعمل ايه برضو القرنفل؟ انا حابه اقول لكم فايده لكل حاجه علشان خاطر تبقوا عارفين احنا ليه حطينا المكونات دي مع بعض. اول حاجه القرنفل برضو بيعالج القشره، عشان بيبقى فيه حاجه اسمها البيتا كاروتين، وكمان بيعزز نمو الانسجه اللي في فروه الراس، وبيزود من تدفق الدم، يعني بيخلي الدم يوصل للبصيله، ودي حاجه تحفه جدا جدا لشعورنا طبعا. وده لو حصل خلاص شعرك بيطول وشعرك بيرجع ما بيقعش، وحاجات كتيره جدا بتحصل مفيده لشعرك. غير ان هو بيقلل القرنفل ده، بيقلل كمان من ان الدهون بتتراكم، اللي هي الدهون الغير صحيه. احنا عارفين ان في دهون صحيه وفي دهون غير صحيه. الدهون الغير صحيه القرنفل بيخلي بيخليها تنضف، الفروه بتنضف جدا. وطبعا لما يبقى في دهون غير صحيه في فروه راسنا ده بيساعد على تكوين القشره. وكمان بيعزز نمو الشعر، وده اللي بيعمله برضو ورق الغار وبيعمله ميه الرز. وكمان لو في عندك تهيج في الفروه او حاجه بيعالج التهيج ده، وبيقلل التساقط زي ما بيعمل ورق الغار وبيعمل ميه الرز. وكمان بيقلل التساقط وبيمنع، بيدي لشعرك لمعه حلوه جدا. شفتوا بقى الفوائد الجميله بتاعت القرنفل وميه الرز وكمان ورق الغار؟ طبعا فوائد تحفه جدا. طيب انا حبيت اقول لكم بيعمل ايه كل حاجه علشان خاطر نبقى عارفين احنا ضفنا الحاجات دي. يعني عايزه اقول لكم انا من وقت ما فتحت البرطمان ده اللي هو بايت من امبارح في الخلطه دي، ريحه القرنفل طالعه تحفه جدا. طيب هنعمل ايه بعد ما بيتنا الخلطه دي؟ هنعمل ايه؟ هنجيب هنجيب معلقه ميه بصل، معلقه ميه بصل كده، وهنضيفها. وما تقلقوش خالص من الموضوع ده، ما بيبقاش ليها ريحه خالص. تمام. وكمان معلقه زيت زيتون. واحنا عارفين زيت الزيتون قد ايه هو حاجه مرطبه للشعر وحاجه مفيده جدا للشعر، بيدي ترطيب وبيدي لمعان وحلوه قوي قوي. بنضيفها برضو على الوصفه دي، وبكده هتكون الوصفه بتاعتنا خلصت. يبقى تاني هنقول المكونات بتاعتها. فيها 8 معالق رز، فيها 5 اوراق لورا، فيها 5 قرنفل، فيها معلقه ميه بصل، وفيها معلقه زيت زيتون. هقول لكم بقى بيعمل ايه ميه البصل كمان، يعني شوفوا بقى كميه الفوائد. ميه البصل بتعزز نمو الشعر، بتخلي شعرك يطول بسرعه. في ماده الكبريت، ماده الكبريت دي موجوده في البصل، بتغذي فروه الراس بشكل فظيع. وكمان بتزود الدوره الدمويه في الشعر، ودي حاجه هايله جدا. خلاص. وكمان بتساعد على نمو الشعر، على انبات الشعر، الناس اللي ما عندهاش، اللي عندها مشكله في الانبات. غير ان هي كمان بتعالج الشيب المبكر، الناس اللي عندها مشكله شعر ابيض ده بيعالجه تماما، وبتاخر ظهوره عشان فيها مضادات اكسده. خلاص كده احنا جهزنا الوصفه بتاعتنا كده، يعتبر وصفتنا خلصت. هنشيل بقى كل الحاجات الفاضيه دي، وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هننضف كده مكاننا معلش، عشان اي وصفه احنا كاننا بنعمل وصفه في المطبخ يا بنات.
احنا كده خلاص وصفتنا خلصت، كلها حاجات مهمه جدا وحلوه قوي لتحفيز نمو الشعر، وحلوه جدا للتساقط، وحلوه جدا لتقويه الجذور والبصيله والكلام ده كله، وزي القشره والشيب. بصوا كام فايده احنا دخلناها في كل المكونات دي، فهيبقى في منتج واحد انت عاملاه في بيتك من مطبخك، ومنتهى السهوله، مش هياخد منك وقت خالص. هتجيبي ازازه فاضيه، اي ازازه فاضيه عندك يبقى فيها اللي هو الاوتومايزر ده. انا عندي كان ازازه وغسلتها كويس خلاص. وهنجيب المصفى، تمام، وهنحط بقى، طبعا هنقلب الوصفه كويس جدا في ازازه، تمام. وده اللي زي السيون كده، معالج. هنعمل فيه ايه بقى؟ هنفرق الشعر بتاعنا، اهو هنرش كده خلاص. هنفرق الشعر بتاعنا هنقسمه كده، وهنرشه كده على الفروة وندلك. ممكن نسيبه من ساعة لساعتين قبل الشاور، قبل ما تغسلي شعرك. نستخدمه مرتين في الاسبوع. وعلى فكرة الوصفة كمان ما فيهاش اي مشكلة خالص ان احنا نستخدمها بشكل يومي، لانها كلها حاجات طبيعية. ولو انتي مثلا عايزه تسيبيها لتاني يوم وبعدين تغسلي شعرك، ما فيهاش اي مشكله خالص. ريحتها مش وحشه، ريحتها مش نفاذه، مش هتضايقك، بالعكس هتمتص بسرعه. يعني ما فيهاش نسبه زيوت كتيره، بالعكس احنا حاطين معلقه زيت واحده. وهي دي الوصفه زي ما قلت لكم، حاجه مغذيه جدا، بتمنع التساقط، هتمنع التقصف، هتزود نمو الشعر، هتعزز نمو الشعر جدا، هتطوله. غير ان هي هتقوي البصيله معاكي، هتمنع الشيب. ايه كمان يعني، بصوا فوائدها رهيبه جدا، هتقوي البصيله. دي من الحاجات المهمه جدا، واللي كل بنت بتتمنى ان هي يكون شعرها، يعني ان احنا نتمنى ان شعرنا يكون مفيهوش تقصف، مفيهوش تساقط، بيطول بسرعه، مفيهوش شيب بسرعه. حتى لو في نمو وفي شيب مبكر بيأخر ظهور الشيب. طبعا مفيش حد ما بيتمناش كل الحاجات الحلوه دي تبقى موجوده في شعره. اتمنى تجربوا الوصفه، جربوها واكتبوا لي لما تجربوها حسيتوا بايه بعد شهر كده ولا حاجه من التجربه. اكتبوا لي يا بنات، واعملوا فعلوا الجرس عشان ان شاء الله انزل لكم وصفات زي كده كتيره جدا جدا، وباذن الله هتعجبكم كلها، وكلها تبقى احلى من بعضها، وكلها حاجات رخيصه قوي، وحاجات موجوده في البيت عندكم في المطبخ، فمش هتتكلفوا خالص. وبدل ما نروح نجيب منتجات غاليه ومنتجات مكلفه، بالعكس احنا ممكن نعمل منتج في بيتنا وبأقل التكاليف، وكمان الإفكت بتاعه هيبقى حلو جدا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكانت معاكم ميسون من قناه سموز لوك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.